السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ اليوم عندنا شرح طريقة تصفية الوجه. قبل ما نبدأ بالشرح اضغط لايك واشترك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالشرح. هذه تختار انت الصورة، تذهب على الحبل المضلع، ثم حدد الوجه يعني كما في التالي. انا هحدد وانت تابع وياي بالتحديد. قرب على الصورة عند ما يصير عندك غلط. نبدأ من هنا. هاي المنطقة مال الشعر لا توصل لها لأن يتشوه الشعر، وهذه طريقة تشويش. هكذا لا متابعة. حدد الوجه كله ما عدا الفم. هاي الشعر قلنا ممنوع. هكذا يمشي. هاي تقدر تعبرها من هنا عادي، بس انا ما اريد. الأنف لا تشوش عليه لأن يصير منظر غلاب. هاي المناطق لا تشوش عليه، يعني مو تحدد أكبر، هاي يصير منظر غلاب زي ما قلنا. هكذا الحلق مو أو الفم مو تحدده، مو خطأ. هذا التحديد كله خطأ. لازم تحديد بالسرعة، يعني على الأطراف وتتبع هاي الطريقة. طريقتي إن شاء الله ناجحة إن شاء الله، يعني هاي الطريقة مضمونة جدا. من خلال الضغط هكذا تحددت. نضغط طبقة من خلال النسخ، نضغط عليه نمشي إلى مرشح. من نمشي إلى مرشح على هذا الخيار نضغط عليه غبار وخدوش ونعطيه موافق. مثل ما تشوفه تشوه صار صافي شكل. وشكرا للمتابعة. ازش میذارم شباب قصه دیدارم، نشو در چشم تو خارم.